السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى الصحبة الصالحة، أخباركم إيه؟ يا رب دايما في صحة وطاعة. هنعمل النهاردة عصاير رمضان بإذن الله، كلهم بودر، كلهم سريع التحضير. عندنا مدارس وما عندناش وقت والحاجة هتبقى غالية جدا، فنعملوها في البيت بكل سهولة. وكمان مش هتحطي بقى في الفريزر ولا تجميد ولا أي حاجة، في منتهى السهولة. هنعمله الخروب بالدوم، هنعمله البرتقان بطريقة طبيعية جدا، هنعمله الصوبيا، هنعمله التمر هندي، هنعمله العناب الكركديه. انس بيعدلكم اهو الحاجات اللي احنا هنعملوها. لو اول مره تشوفونا، شوفوا فيديوهات القناه وقيموها لو عجبتكم ونستحق وبنقدم محتوى هادف. اشتركوا في القناه وكمان فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتنا، ولايك لفيديو النهارده الكل يستفاد وناخد دعوه حلوه. اللهم تقبل، اللهم اجعله شاهد لنا يا رب العالمين. بسم الله، ونسمي ونصلي على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجه حبايب قلبي، العناب الكركديه. انا جبته احلى نوع اللي هو طبعا الاسواني. ضربته في المطحنه بتاعه الخلاط، ناعم جدا. وهعمل خطوه تاني عشان اتاكد ان هو ناعم جدا جدا معايا. هنخله كده، واللي هيتبقى معايا ما نعمش معايا هنعمه بالسكر. السكر بيساعد على طحن الحاجه وبينعمها جدا. انا نخلته مرتين تلاتة كده اللي موجود فيه، وانا قاعده اشتغلت والله ما في اي تعب خالص. وانتي قاعده كده اشتغلي وحضري حاجتك عشان المدارس. تمام. طحنته اهو ونخلته، واللي هيتبقى معايا هرجع تاني اطحنه بقى مع السكر، فهيكون سريع الذوبان جدا جدا وهيتنقع معاكي بسرعه خالص. شايفين اهو اللي اتبقى اهو. هحط بقى معاه السكر واطحنه بايه؟ بكميه السكر. طب عملتي النسبه من كام لكام يا اما؟ الربع الكركديه الاسواني بياخد كيلو سكر معاكي، هو معروف ان هو بياخد سكر كتير. طحنته بقى كده، شايفين ما شاء الله بقى ناعم جدا اهو. تمام. هتحطي بقى ايه بقى معانا برضو المكون اللي هيعمل مادة حفظ معانا ونخلته جامد، هو ملح الليمون. نص معلقة صغيرة يعني او ربع معلقة كمان ملح ليمون. لو انت حبيتي تمر هندي هتحطي معلقة ملح ليمون كاملة مع العناب كده مع الكركديه، هيديكي طعم التمر هندي بالظبط، بدون مواد حافظة بدون اي حاجة. تمام. لو انت مش عايزه ومتحفظه على موضوع ملح الليمون، خليه كركديه بس. لكن لو عايزاه بطعم التمر هندي، انا قلت لكم ده وقلت لكم ده. في ناس بقى بتجيب لون اسود وحجر اسود وكلام من ده، الحاجات دي كلها مضره جدا جدا بالصحه. والعصاير دي هتبقى غاليه جدا يا جماعه في رمضان، ومش صحيه. احنا عملناها صحيه. بصوا الكميه قد ايه، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. كملت كده في البرطمان، وكمان عملت كيسين. تمام. بعد كده بقى هنبتدوا معانا بالصوبيا. الصوبيا انا عملتها من سنين معاكم وما بغيرش الطريقه ابدا ابدا، بس ليا تحفظ على حاجه هقولها لكم دلوقتي. انا مش مضطريه ان انا اعمل سكر بودر، لان كده كده بتتضرب في الخلاط علشان احنا عايزينها تعمل رغاوي. تمام. كده معايا كيلو الا ربع سكر، معايا كوبايه ونص كريم شانتيه بودر خام بدون سكر، كوبايه ونص لبن بودر كامل الدسم. لو انت مش عايزه تحطي بقى لبن تضربيها بلبن فهيبقى كفايه قوي قوي كده معاكي. معايا المكون بقى بتاعنا بتاع الصوبيا، وهو روح جوز الهند بودر. خدوا بالكم ان هو بودر، لان فيه روح جوز الهند زيت. فمش هينفع معانا في الوصفه دي. لو ما عندكيش جو او انتوا مش في مصر او الحاجات دي، ممكن تجيبي جوز هند وتطحنيه ناعم جدا جدا، بس هتضطري تصفي الصوبيا بتاعتك. وكمان معايا نفس العلبه دي كده فانيليا. تمام. هقلبهم كده مع بعض. كنت انا بحط لون ابيض بس بلاشه خالص. انا كنت بحط سنه لون ابيض، حاجه بسيطه خالص زي بتاعت بره بالظبط بالظبط. جربوا الصوبيا دي مش هتغيروها ابدا ابدا. ما شاء الله تبارك الله. هقلبها كده كويس قوي قوي قوي، علشان في حاجات كده بتبقى يعني انا ما نخلتش حاجه، فلازم تتاكدي ان كل حاجه دخلت فيها كده. وبصوا شموا الريحه كده وانتوا بتعملوا، ما شاء الله تبارك الله. وزي ما قلت لكم، لو ما عندكوش روح جوز الهند بودر، هتعملوا ايه؟ هتجيبوا جوز هند مطحون ناعم جدا جدا جدا، وتدخلوه معاكم في قلب الخلطه دي. وكده مش هتكونوا حطيتوا اي حاجه صناعيه يعني. قلبته وبلاقي حاجات كده بضغط عليها. خلاص كده الصوبيا بتاعتنا بقت جاهزه، ما شاء الله تبارك الله. لايك حبايب اما، واكتبوا لي بتتابعوني منين. وما تنسوش تعليق بذكر الله، وابعتوا الفيديو لكل حبايبكم، الكل يستفاد وناخدوا دعوه حلوه. تمام. حضري حاجتك عشان رمضان عباده، رمضان عباده، وكمان عندنا مدارس، الله المستعان.
حضرتهم كده، بصوا الكميه قد ايه، وبسكر عادي. بصوا بقى يا جماعه، انا طول الشتاء اي برتقان بقشره بغسله الاول، بقشره بالمقشره بتاعه البطاطس عشان القشره تبقى ناعمه خالص، ما يبقاش فيها الجزء الابيض الممرر، وبسيبه كده في الهواء، مش بحطه في الفرن ولا اي حاجه، لحد ما يجف معايا كده وينشف معايا، واشتغل بيه الكيكات، اشتغل بيه بدل الفانيليا، بعمل بيه كل حاجه. فقلت ليه ما اعملش بيه تانك المره دي، فبعمل بيه بقى تانك برتقان تحفه تحفه تحفه، عصير برتقان مركز. شايفين بيتقطم مني ازاي بقى ناشف في الهواء، ما حطيتوش في الفرن، ما حطيتوش في اي حاجه. اي قشر برتقال عندكم دول هكيلهم اهم زي كوبايه كده، هطحنهم في المطحنه برضو، بس عشان يساعدوني ان هو يبقى بودر، حطيت معاهم معلقتين سكر كده، واطحنهم كده. ممكن تحتفظي بيها وتشتغلي بيها كل كيكات وكل الشغل بتاعك، او تشتغلي بيه بدل الفانيليا في البسكوتات والحاجات دي، هيديكي ريحة ما شاء الله تبارك الله، تحفة تحفة تحفة. تمام. انا بقى معايا كده السكر بتاعي، كيلو سكر، وحطيت عليه ذرة ملح ليمون بسيطة خالص كمادة حفظ يعني. وهبتدي بقى انزل بالقشر البرتقال اللي انا ضربته ناعم كده، وهنخلهم كلهم مع بعضيهم. هضربهم تاني في المطحنة يعني ناعم جدا، لان انا عايزاه سريع الذوبان، مش عايزة حاجة اقف اعملها في المطبخ واغيب معاها. تمام. لحد هنا انا كنت طالبة من المحل يعني بالتليفون، انا ما بخرجش يعني زي ما انتوا عارفين، روح برتقان بودر، بس كل اللي موجود روح برتقان زيت، هوريكم العلبة دلوقتي. فما كانش ينفع خالص ان انا اشتغل بيها. هبتدي بس اطحنه الاول عشان بس ما تتوهوش مني، هطحنه الاول عشان يبقى بودر ناعم جدا جدا، والريحة جميلة ما شاء الله تبارك الله. ببلاش يعني، انت هتكلفي السكر، ما تكلفناش حاجة الا السكر بس. طحنتهم مع بعض تاني عشان احنا قايلين سريع الذوبان، فلازم اطحنهم مع بعض. اهو شايفين ما شاء الله تبارك الله. كده كفاية يا اما؟ لا طبعا احنا عايزين اللون كده، الريحة قوية جدا. عايزين اللون، وعايزين كمان الطعم. هنجيبه منين دلوقتي؟ انا ما كلمت المحل زي ما قلت لكم، ما كانش فيه اسانس برتقان الا زيت، ومش هينفع في الخلطه دي لانها بودر. تمام. قلبتهم كده كويس قوي واتاكدت ان هم اتقلبوا. فهعمل ايه؟ اهو ده اللي هو ابني جابهولي، بصوا زيت مش هينفع ده للبسكوتات والحاجات دي. فحطيت كده 4 معالق على الكيلو سكر، تانك او فروتي او اي نوع عندك، سريع الذوبان، هيديك اللون اللي احنا عايزينه وهيديك الطعم كمان. بصوا بقت الكميه قد ايه، ما شاء الله تبارك الله. تحفه تحفه تحفه. حطوا اللايك حبايب قيمه. الفيديو طويل جدا وتعبت فيه علشان اجمع لكم كل حاجه. هنبدأه دلوقتي بقى نعمله، اللي هنسيحه سكر، هنكرمله سكر يعني. انا عند النار كده، اللي هم يجيلنا من النار على نار هاديه خالص، وبدق عليه الجزء بس اللي هو اللي مسحش، ما اقلبش، ادق عليه كده بس هيدوب معايا بسرعه. ودي طريقتي في تسييح السكر. وما تغمقيش اللون، ما تغمقيش اللون، وشيليه من على النار ورجعي تاني، والنار هاديه جدا جدا. الخروب والدوم، نص مقدار الخروب سكر، لان الخروب والدوم مسكرين من عند ربنا يعني. تمام. نقول البقية الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل، اللهم اجعله شاهد لنا يا رب العالمين. لايك حبايب آمل لو وصلتوا معايا لحد هنا. شايفين اللون بقى جميل جدا، واشوف لو اي حاجة اخبط عليها عشان يكون الشغل بتاعي مظبوط. لو غمقتي الكراميل كده ازيد من كده هيمرر معاكي، والحاجة غالية والله المستعان. عشان حاجتك ايه ما تبصي يعني، حافظوا على اللون كده، نار هادية خالص وبشويش عليه كده. انا مسرعة الفيديو طبعا. بصوا اللون ما شاء الله تبارك الله. لقيتي حاجة دقي عليها تاني. تمام. بقى ناعم جدا اهو، وبقى ساح كله خلاص، صاج مدهون زيت، وانزله افرده عليه عشان انا عايزاه كراميل. اهو شايفين برد معايا بيتكسر ازاي، شايفين ما شاء الله تبارك الله. ودهني الزيت الصاج زيت خفيف خالص. تمام. هدقه بقى برضه بايدي الهون عشان احافظ على المطحنه بتاعتي تبقى سهل شويه، وهطحنه كمان. هبتدي بقى اوريكم دلوقتي برضو الخروب اللي انا جايباه مطحون عند الراجل، ومهم جدا عشان خاطر الكبه بتاعتك تحافظي عليها، ما تغمقيش الكراميل. تمام. طحنته عند الراجل. شايفين البذر اهو. لما رجعت بقى البيت
نخلته كويس كذا مرة، هو والدوم نفس الطريقة. تمام، اهو شايفين نخلته كويس قوي قوي قوي. وهبتدي بقى بالمطحنة كده اطحن الايه بعد ما دقيت كده الكراميل اللي انا عاملاه بقى. بصوا دي بطريقة أمة الله، حصري حصري من أمة الله. تمام، ببدأ اطحن فيه واحدة واحدة كده واقول بسم الله، وانتي قاعدة اشتغلي كده وربنا هييسر الحال يعني. شايفين ما شاء الله تبارك الله. اول ما هتنزلي بيه على الخروب هيتحسي ان هو كده اتجمد عادي خالص، مفيش اي مشكله. بس هنحفظوه فين؟ في باب التلاجة. شايفين الكميه قد ايه؟ ما شاء الله تبارك الله. وهقول لكم هتعملوه ازاي قبل التحضير على طول. ما شاء الله. لايك لايك حبايب قامه، ما تنسوش اللايك. بدأت بقى احضر لكم بقى العصاير كده. بصوا الصوبيا ما شاء الله ما شاء الله جميله جدا جدا، تحفة. ما بغيرش الطريقة ولا المقادير، كل حاجة هسيبها لكم في صندوق الوصف. كل التكات، كل الحاجات المهمة هقول لكم عليها. بصوا حبايب قامة، الدوم اللي بالنسبة للعناب اللي هو الكركديه، لو انت حطيتي عليه ملح ليمون زيادة هيديكي نفس طعم التمر هندي بالظبط زي ما قلت لكم. بالنسبة للون بتاع الخروب، عايزة تزودي اللون بتاعه تحطي كاكاو اسباني خام غامق. قبل الفطار هتحطيه يغلي غلوة واحدة وتزوديه مية فترة او مية ساقعة، هيبقى جاهز عندك. كله سريع التحضير، كله سهل. الصوبيا بمية عادية، العناب بمية عادية، اللي هو الكركديه البرتقال بمية عادية، الخروب بس اللي هتديله غلوة هو والدوم. تمام ما شاء الله تبارك الله. شايفين الكمية طلعت قد ايه؟ تحفة 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 ما شاء الله تبارك الله. لايك وشير لايك وشير. قولوا لي بتتابعوني منين، كومنت بذكر الله او دعوة حلوة ولكم بالمثل واكتر. اعملوا الحاجات هتبقى غالية جدا في رمضان، اعملوا ووفروا وكمان بدون مواد حافظة، بدون مواد صناعية، بدون الوان. كل المحلات بتحط الوان وبتحط اسانسات وبتحط حاجات كتير قوي. لايك وشير. تابعونا على صفحتنا، شوفوا فيديوهات القناة، قيموها لو بنقدم محتوى هادف. اشتركوا في القناة وكمان فعلوا الجرس. بحبكم في الله، اختكم أمة الله رضا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.